تقنية الفار تبدأ من عملية بناء الهيمنة. سوف يتدخل الفار ليقول بأن حدث خطأ أثناء عملية بناء الهيمنة. بالفيديو الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح حكم مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب إفريقيا بسبب هذه اللقطة التي تسببت في خسارة المنتخب المغربي، ويكشف المستور ويفضح الفار. شاهدوا ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إن كنت تتفق معي أن المنتخب المغربي تعرض لظلم كبير، فلا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. شهدت القارة الإفريقية واحدة من أكبر الفضائح التحكيمية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، حيث تسبب حكم المباراة بشكل مباشر في إقصاء المنتخب المغربي وحرمانه من فرصة التتويج باللقب، وذلك بعد احتساب هدف مثير للجدل لصالح منتخب جنوب إفريقيا. الخبير التحكيمي جمال الشريف خرج عن صمته وأدل بتصريحات نارية لقناة الدوري والكأس القطرية، قال فيها: حكم المباراة والفار كانا سببا مباشرا في خسارة المنتخب المغربي. في لقطة الهدف الحاسمة التي قلبت الموازين نرى بوضوح كما تظهر الصور أمامكم أن مهاجم جنوب إفريقيا كان في موقف تسلل واضح لحظة لعب الكرة من حارس المرمى متقدما على آخر مدافع مغربي، وبالتالي هدف غير شرعي بنسبة 100%. الشريف مؤكدا أن هناك احتمالا كبيرا لتلاعب حصل داخل غرفة الفار، خاصة بعد إعادة اللقطة عدة مرات، حيث يظهر بوضوح أن المهاجم كان في موقف تسلل، مشيرا إلى أن تعيين هذا الحكم بالتحديد لم يكن بريئا، بل جاء لخدمة أجندات معينة، خاصة مع كون رئيس الكاف نفسه من جنوب إفريقيا، دولة المستفيدة من هذا الفوز المثير للجدل. هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان ما وقع في نصف نهائي كأس العالم، حين خرج المغرب أمام فرنسا في مباراة أثارت الجدل بعد قرارات الحكم المكسيكي سيزاري راموس. ختاما، ما رأيكم أنتم؟ هل ترون أن ما حدث كان خطأ تحكيميا عاديا أم مؤامرة مدبرة لإقصاء المغرب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.